واضح يا برنس انك مش واخد بالك، وربنا انت ما واخد بالك، وانا جاي اخليك تاخد بالك. انت مش دريان على اللي حاصل وعلى اللي هيحصل في مستقبل الكرة المصرية. ماشي يا برنس، احنا عندنا منتخب اولمبي صح ولا لا؟ عندنا منتخب اولمبي. عاوز اقول لك ان المنتخب الاولمبي ده، هقول لك مش عاوزك تتصدم عشان انت مشغول دلوقتي يا عيني بالمنتخب الكبير وعلى اللي بيحصل في المنتخب الكبير. بص يا برنس، كلنا عارفين ان المنتخب الاولمبي بيلعب في دوره وديه كده، بيلعب دوره وديه يعني اكيد، يعني الدوره الوديه دي عشان المنتخب ايه يستعد للاولمبياد، يستعد بقى. عاوز اقول لك يا برنس ان منتخب مصر الاولمبي خسر من العراق، خسر النهارده من السعوديه. ده المنتخب الاولمبي، ده المنتخب اللي كمان كام سنه هيبقى هو المنتخب الاول. صح ولا لا؟ صح. فعاوز اقول لك ان الكره المصريه بلا اي هويه، الكره المصريه بلا اي تخطيط، بلا اي حاجه في اي حاجه. احنا عايشين اليوم بيومه. ايه يا جدعان؟ يعني ايه بجد؟ يعني المنتخب الاولمبي يخسر ده يا عم حاجه تفرحنا، حاجه يعني حاجه نستفاد باي حاجه. انا مش هتقول لي بطوله وديه يا عم، بطوله وديه اخشها اكسبها، العراق تكسبني والسعوديه تكسبني؟ لا يا جدعان، المنتخبات دي مصروف عليها، بس الاداره المصريه اللي فوق الهرم بقى، اللي هو بقى اللي بيدير، الناس اللي بتدير دي هي بتدير ازاي؟ ولا بتختار المدربين بناء عن ايه ولا ايه ولا ايه؟ انت عندك المنتخب الاولمبي المفروض راح الاولمبياد، فتستعد بكل يا عم اكسب ماتش، اكسب ماتش يا جدع. ما معظم اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب كلهم بيلعبوا في الدوري الممتاز كلهم. ماشي، يعني لعيبه درجه اولى، كمان كام سنه اللعيبه ديت حرفيا هي اللي هتشيل بقى المنتخب الكبير. منفوق يا جدعان بقى، منفوق بالتخطيط. الناس كلها حوالينا بتسبقنا، كل الناس حوالينا بتسبقنا، بيعدونا كده، بيعدونا وبيفرقوا عننا بسنين ضوئيه، واحنا لسه زي ما احنا، واحنا لسه زي ما احنا، ما بنتحتحش من مكاننا. لا، لازم وقفه بجد في الكره المصريه دي، لازم وقفه بجد. ماشي يا برنس، ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني هو خبر حزين، خبر حزين جدا جدا جدا، يعني لسه نازل من لحظات. هو وفاه نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق. يعني البقاء لله جميعا، والبقاء يعني الاهل، وربنا يصبرهم يا رب ويصبرنا جميعا على فراقه، يعني ربنا يرحمه يا رب. ماشي. الموضوع الثاني برضه حزين، اصابه الشناوي. اصابه الشناوي بخلع في الكتف. الشناوي هيغيب من 4 شهور ل5 شهور. الشناوي هيغيب من 4 شهور ل5 شهور. فانا مش عارف قصه الشناوي ونصيبه ايه في بطوله افريقيا دي، تاني بطوله على التوالي الشناوي. الاصابه دي بتاعت ربنا، مفيش اعتراض عليها. ابو جبل اللي هيلعب ماشي باذن الله، ابو جبل قدم بطوله حلوه، ولكن القصه دلوقتي مش في المنتخب. القصه المنتخب عنده ابو جبل وصبحي واحمد اي جون يجيبه هيجيبه. المشكله في الاهلي. الاهلي لسه عنده يا باشا، ده الاهلي لسه عنده الدوري كله، لسه عندنا افريقيا، لسه عندنا نهائي الكاس، لسه ولسه 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 ولسه. والشناوي اتصاب والموسم كده خلص للشناوي. الموسم كده خلص، اقفل على الموسم كده للشناوي. فانا مصطفى شوبير كل الثقه طبعا لمصطفى شوبير، ولكن لازم حارس، لازم حارس يجي. ماشي، لو هتدي لمصطفى شوبير حمزه علاء كويس وحارس من مرمى المنتخب الاولمبي، ولكن لازم حارس كبير. انت هتلعب يعتبر 25 و 26 مباراه في الدوري، لسه عندك معمعه، ولسه عندك دوري ابطال افريقيا، ولسه عندك كاس ونهائي الكاس، لسه عندك ماتشات كتير. الشناوي كده خلاص بره الاهلي وبره المنتخب في تصفيات كاس العالم. فباذن الله ربنا يرجع الشناوي بالف سلامه. والشناوي ممكن يعني في احتماليه ان هو يسافر بره، ان هو يعمل عمليه، عشان في ممكن الموضوع الخلع في الكتف يحتاج الى تدخل جراحي. ربنا يشفيك يا شناوي، باذن الله ترجع احسن من الاول يا شنو.